أهلا بيكم في الدرس رقم 22 في دبلومة كانفا بعربي، والنهارده هنتعلم مع بعض حاجتين مهمين جدا. أول حاجة إزاي نعمل التصميم ده، وتاني حاجة إزاي نجيب عنصر اللي هو البق اللي أنت شايفه ده من خارج كانفا. العنصر ده أنا مش جايبه من كانفا، العنصر ده جايبه من موقع خارجي، وهعرفك إزاي تدخله وتلحمه في التصميم بتاعك بالشكل ده. العنصر ده أنا مش جايبه من كانفا، أنا جايبه من موقع خارجي، وبعد كده رفعته على كانفا وابتديت أشتغل بيه زي ما أنت شايف. هعرفك الموقع ده لأنه كنز وعليه حاجات كتير جدا ممكن تستخدمها في تصميماتك، وعليه حاجات كمان مش موجودة في البرو بتاع كانفا. فاتفرج على الفيديو ده عشان الفيديو ده مهم جدا ليك. ولو انت عايز تبقى مصمم جرافيكس شاطر، انضم لجروب التليجرام الموجود في صندوق الوصف، وهتتعلم مع اكتر من 7000 طالب. وما تنساش انك تعمل لايك وسبسكرايب عشان الفيديو يوصل لغيرك. ويلا بينا نبتدي الدرس بتاعنا. اول حاجه هتعملها زي ما اتعودنا انك هتفتح موقع كانفا وهتعمل كرييت ا ديزاين. وبعد كده هتجيلك الشاشه دي، هتختار منها تي شيرت. وهنا التيشيرت بتاعي لونه اسود، فهمسك التمبلت بتاعتي واغير الباك جراوند كلر اخليه لونها اسود. واول حاجه هعملها ان انا هكتب الكلمتين بتوعي اللي هما سمايل بليز. وعشان تكتب الكلام هتيجي على التكست تول هنا وتعمل اد ا هيدنج. بعد كده هكتب اول كلمه اللي هي سمايل. بعد كده هاخد الت شيفت واكتب بليز. وبكده انا كتبت الكلمتين بتوعي. تعالوا بقى نغير الفونت بتاعهم. هتمسك الكلمتين بتوعك، والفونت بتاعنا اسمه سبرايت جرافيتي، فهتضغط على الفونت هنا. واول ما تكتب كلمة سبرايت هتلاقي الفونت بتاعك جالك هنا. هتضغط على الفونت بتاعك هتلاقي الفونت اتغير للي احنا هنستخدمه. هتكبر لي الكلمة دي تخليها 170، وتكبر الكلمة دي تخليها 180، اكبر منها بحاجة بسيطة زي ما انت شايف كده، وهتفرقهم بمسافة بسيطة. بعد كده هنروح مع بعض نجيب البق بتاعنا اللي موجود في النص. طبعا انت لو سرشت على كلمة ماوس في elements هنا مش هيعجبوك خالص. يعني لو كتبت هنا كلمة ماوس وحاولت انك تدور في الجرافيكس هتلاقي الحاجات كلها بيزك والحاجات البروفيشنال كلها برو. وعلشان كده انا جبت لك الموقع ده عشان يحل لك المشكله دي. بس للاسف انا مش هقدر انطق اسم الموقع ده، فانا هكتبه لك في اول كومنت لان اسمه مستفز جدا الصراحه. والموقع بتاعنا ده اسمه تقدر انت تنطقه مع نفسك، بس انا مش هنطقه. انا هسيب لك اللينك في اول كومنت وانت افتحه وحاول تنطقه مع نفسك. الموقع ده كنز. طيب ايه المميز اللي فيه؟ انت ممكن تنزل صور بي ان جي، والبي ان جي دي بنستخدمها في التيشيرتات اللي هي الصور اللي ملهاش خلفيه. زي ما انت شايف كل الصور دي مجانيه. طبعا تقدر تستخدم هنا، تيجي عند اللايسنس تايب وتختار فري لايسنس اللي هي الحاجات المجانيه، لان في حاجات هنا مدفوعه. الحاجات المجانيه زي ما انت شايف الريزولوشن بتاعها عالي جدا وجميله جدا، تقدر تستخدمها كلها بشكل تجاري او بيرسونال براحتك. طبعا انا بمجرد ما سرشت على ماوس، كلمه ماوس فيها 4256 ايتم مجانيه تقدر تستخدمها. وكمان في عندك اس في جي. اس في جي اللي هي الفيكتور عناصر برضو تقدر تستخدمها كايقونات. طبعا في الشغل المتطور اللي هنتعلمه قدام هتتعلم ازاي تستخدم الايكونز دي في التصميمات بتاعتك، ولكن حاليا احنا شغالين على تيشيرت فهنهتم بالبي ان جي اكتر. واخترت الايكون دي اللي هضغط عليها. بعد كده هتيجي هنا تعمل فري داونلود، وبعد ما ضغطت عليها هتلاقيه بيقول لك ستارتنج داونلود. وبعد كده هتلاقي الايكون نزلت عندك هنا. وبكده بعد ما الايكون نزلت هتضغط عليها كنترول سي، وبعد كده تيجي في التمبلت بتاعتك وبدل بقى ما تروح للابلود وتعمل مش عارفه ايه هتعمل كنترول في. هتلاقي الايكون دخلت عندك على طول، هو عمل لك الحته بتاعت الابلود دي مباشره. وبعد كده هتظبط المكان بتاعها، هتيجي هنا في اللايرز وتحطها قدام الكلام بتاعك وتصغر حجمها زي ما انت شايف كده، انك تظبطه وتبتدي انك تفرق الكلمتين شويه عن البق بتاعك عشان يبانوا بالشكل اللي انت شايفه ده، وتظبط شويه كده. طبعا كده ده التصميم على الطوب. عايزين بقى نحط شويه تاتش بروفيشنال كده، نحط حاجات في الخلفيه تدمج الكلام مع الشكل مع الدنيا. فهتروح هنا عندك في الاليمنتس وهتختار كلمه سبلاش، وهتفضل تنزل تحت شويه لحد ما تلاقي الشكل اللي عاجبني اللي هو موجود هنا. الشكل اللي انا مختاره ده مجاني، نقدر كلنا نختاره. هتجيب الشكل بتاعك كده، معلش هتلفهولي بالعرض زي ما انت شايف كده اهو، وهترجعه. هتيجي في البوزيشن وفي اللايرز وترجعهولي ورا البق. بعد كده هتبتدي انك تصغره شويه زي ما انت شايف، ظبطه كده، ظبط مكانه، كبره حاجه بسيطه، وتطلع لي كلمه سمايل قدام منه، وتخلي كلمة بليز زي ما هي ورا منه. هنضيف بقى حتة كمان سبلاش علشان ندمج اكتر. فهتيجي هنا في العناصر في نفس السبلاش اللي انت عامله هنا، انت اوريدي مسرش على سبلاش. هتيجي هنا في الجرافيكس تعمل سي اول، هتنزل تحت
شوية عايزين بقى حاجة شوية زحمة كده، فهتختار برضه دي، ودي شكل مجاني هتضغط عليها هتلاقيها جات لك بالشكل الجميل ده، هتروح جاي مكبّرها بالضبط على قد التصميم بتاعك، وحاول ما تخلّيش أي حاجة تخرج برّه إطار التصميم بتاعك، وترجع تاني للlayers بتاعتك وتطلّع لي بس البُق قدّامها، بقية التصميم كلّه وراها، بالتالي وصلنا للشكل الجميل النهائي بتاعنا اللي أنت شايفه حالًا قدّامك. طبعًا تصميم سهل وبسيط جدًا وسريع جدًا، ولكن أنت لمّا هتعمله هتلاقي نفسك بتتلخبط كتير جدًا، فلازم كل حاجة مهما تبان سهلة تطبّقها بإيدك أكتر من مرّة. أتمنى تكونوا استفدتوا من الدرس ده، وأشوفكم في دروس جاية كتير.